والله ده اجمل فيديو هتشوفه النهارده. يا رب يسعد قلبك ويسعد قلبك. يلا يصلي على النبي، يشارك الفيديو. فيديو جميل جدا. ايه الادب ده؟ ايه الاحترام ده؟ ايه ده يا عم؟ انت من كوكب تاني ولا ايه؟ انا ما شفتش حاجه بالمنظر ده صراحه، والله منظر مذهل رهيب. في حد ممكن يعمل كده النهارده؟ معقوله؟ يعني انا مش متخيل. ده ماسك الدبله بفتله وده ماسك ايه يا عم؟ ايه يا عم انت؟ ايه ده؟ انت ابن حلال مصفي. ده انت الادب نفسه، والله العظيم. وخلي بالكم، في شويه امور لازم نظبطها، وقلتها قبل كده وهنقولها تاني. خطيبتك او خطيبك ده اجنبي. يعني ايه اجنبي؟ واحد يقول لك اصل انا ده ابن عمي. انت بتتكلم ازاي؟ ده راجل رجعي ما بتفهمش انت. اقول لك معلش، خدي مني كلمتين. خطيبك ده اجنبي يعني يحل ليك، تمام؟ ينفع ان انت تتزوجي. طيب ايه المشكله يعني؟ احنا انخطبنا. ايوه انا عارف ان انتوا انخطبتوا، لكن ده مفيش اي حاجه تثبت. مفيش كتب كتاب، مفيش جواز. طيب هو يعني ايه المشكله؟ ما احنا خلاص هنتجوز. بيحصل مشاكل كتيره، والله العظيم. يخطب 6 شهور سنه، يحصل تجاوزات، يطلعوا مع بعض، يحصل خروجات مع بعض، يحصل مش عارف ايه. هوب بتلاقي ايه؟ حصل مشكله، الخطيب او خطيبها سابها، ابن عمها ابن فلان، ما يعرفهاش، اصل هو كان بيحبها. يرجع نكتشف ان يقول اه ده انا كنت بعمل كذا وكذا وكذا. ممكن واحد يروح يتقدم لها ويقول له ده بص صورها معايا، فاهمين؟ فلا، ما ينفعش. فلازم يكون في محرم، تطلعي يكون معاك اخوك، معاك اختك، هتقعدوا يكون في ادب وفي احترام، عشان بعد كده ما ترجعيش تندمي وتبكي. فاهمين؟ والله العظيم. برضو الفيديو اللي هو انتشر وكان كلمت عنه، مش عارف مين، مغنيه رحمه محسن وطليقها بعد كام سنه كانوا مصورين فيديو ونشروا. انتوا متخيلين؟ كان زوجها في يوم من الايام وفي حب وفي عشره. فانت لا، الحياه دي خلي بالنا. العلاقه الزوجيه برضو يكون فيها ادب. ما ينفعش ان احنا نصور بعض وان احنا نعرض بعض، يفوت بالتليفون يضيع، يحصل كارثه، يحصل مصيبه. فبالله عليك، الفيديو مهم وخطير. صلي على النبي، ولازم تشاركوا عشان غيرك يستفيد. فالامر خطير جدا. طول ما انت مؤدبه ومحترمه محافظه على نفسك، يقوم يحترمك ويعملك تاج فوق راسه، عشان ما تجيش في يوم من الايام تعيطي. بس هو تتفاجئ ان هو ناشر صوره على النت، تتفاجئ ان هو مش عارف راح لخطيبك جالك ربنا عوضك بخطيب حلو، يقوم هو انسان منحط، ولا يعني مش عايزين نغلط، يقوم يبعت صوره وصورك ولا حاجه لخطيبك، يقول ده انا عملت كذا. وطبعا مش هتقدري تتكلمي لو جيك، لو كنت صاحبه حق ومعروفه، لا انا عندك الزم حدودك، مفيش الكلام ده عندنا. يقوم ينكتم، ما يقدرش يفتح حنفه. ربنا يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. خلي بالكم، والاب والام خلي بالهم، كل راع مسؤول عن رعيته. اسال الله العظيم ان يحفظ اولادنا وبناتنا وامهاتنا واخواتنا وزوجاتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلي على سيدنا النبي، يمكن الفيديو يفيد حد. والسلام عليكم.